السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا ليك دلوقتي انك بتشوفني في الفيديو ده. اعرفك بنفسي، دكتور احمد اسامه الجويري، دكتور صيدلي، صيدله اسكندريه دفعه 2007. يعني بقالنا زي حوالي 5 سنين، وخلال الخمس سنين دولت سالت نفسي سؤال: ايه السبب اللي ممكن يكون فيه صيدلي ناجح داخل صيدليته ملك، ممكن يكون مكتسب ثقه الكاستمرز بتوعه والمرضى اللي ممكن يجوا له داخل الصيدليه، وصيدلي تاني ممكن ما يكونش ناجح قوي للدرجه اللي هو محتاجها، للدرجه اللي هو بيحلم بيها. وربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بان احنا طلعنا ب10 نصايح او ب10 وصايا، سميتهم الوصايا العشر الذهبيه للنجاح داخل الصيدليه. انك ازاي تكون ناجح جدا داخل صيدليتك، تقدر تعمل اللي انت عاوزه وفي نفس الوقت تكسب اسرع عن طريق انك تكتسب ثقه مريضك باذن الله. 10 نقط بساط جدا، لكن ممكن للاسف كتير مننا ما يكونش بيطبقهم. انا اتمنى ان تستفيد معانا ان شاء الله بالايتمز اللي هنقولها، ويكون ليك فيها استفاده باذن الله كويس. اول حاجه اكتشفتها لما سالت الناس اللي ممكن يكونوا نجحوا داخل صيدلياتهم، ان كلهم بيتعلموا، كلهم always learning، ما بيبطلش انه يتعلم، كل يوم بيكتسب على الاقل معلومه جديده. ودي قاعده: اكتسب كل يوم معلومه جديده في المجال اللي انت بتحبه. بعد فتره معينه طالت او قصرت هتكون خبير في المجال ده، هتبقى مثلا في فرع معين من فروع الصيدله استاذ فيه. وعشان كده دايما طور نفسك، دايما اتعلم. ومش معنى كلامي انك تتعلم علم صيدلي فقط، لا، انك تتعلم علم تنميه بشريه برضه، انك تتعلم علم شرعي، انك تتعلم اي حاجه. اتعلم، زود خبراتك، كل يوم تكون افضل من اليوم اللي قبليه، وتكون اقل من اليوم اللي بعديه. ضاعف علمك تتضاعف قدراتك. الفكره في مهارات النجاح ميزتها انها كلها قابله للتعلم. مثلا لو انت كسلان تتعلم تبقى نشيط، دي ممكن تتعلمها، ما هياش حاجه داخليه او حاجه بالطبع زي ما بيقولوا، لا، التطبع يغلب الطبع، الصبر بالتصبر زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان قال. تاني سر من اسرار النجاح داخل الصيدليه انك تقلد. يعني ايه اقلد؟ انك تقلد، تشوف الناجحين عملوا ايه علشان يكونوا ناجحين بالفعل، وتمشي على خطاهم بالفعل. ما تخترعش العجله، ما تقولش انا خلاص ليا اسلوبي المميز اللي ممكن يكون لوحده، لا انا همشي لوحدي. لا، اسالهم انتوا نجحتوا ازاي، شوفهم نجحوا ازاي واعمل زيهم بالظبط. تكنيك معين طبقوه داخل الصيدليه، اسلوب معين في التعامل مع المرضى، ترتيب معين للصيدليه، ايا كانت طريقه حساب مختلفه، ايا كانت، تشوفهم نجحوا ازاي طبقها داخل الصيدليه. خد من كل واحد من دولت افضل شيء ممكن تاخده منه، خليه عندك، اكتسبه. اذا كان مع هواك اقبله، كان ضد اللي انت تعرفه الفظه وما تستخدموش على الاطلاق. ابدا كون مع نفسك تركيبه خاصه من الحاجات المختلفه اللي ممكن تكون شفتها. انا طبقت دي عن نفسي ونفعت جدا 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 معايا داخل الصيدليه. وعشان تقلد، قلد في الحاجات الصح. صادق الناجحين، خليك صديق ليهم وشوف منهم هم عملوا ايه صح واعمل زيه. وفي نفس الوقت شوف اصحابك او اصدقائك اللي ممكن ما يكونوش نجحوا داخل الصيدليه واسالهم: تتوقع يكون ايه السبب اللي ممكن يكون خلاك ما تنجحش لغايه دلوقتي؟ هيقول لك كذا وكذا 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 وكذا. اتعلم منه وابدا تجنب الحاجات دي وقلل. ثالث نصيحه او ثالث وصيه: ابدع. انت دلوقتي بقى معاك كميه كبيره من الخبرات اللي ممكن تكون اكتسبتها من خلال تدريبك في اكتر من صيدليه، او سؤالك للصيادله الناجحين ازاي بقوا ناجحين في مجالهم وازاي قدروا يحققوا ذاتهم داخل الصيدليه. تقدر دلوقتي انك تبدع، انك تختلق افكار جديده ممكن ما يكونش غيرك نفذها قبل كده، بس عشان خاطري اول ما تجيلك فكره نفذها. زي ما كان دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه كان دايما بيقول: دايما حطها في الفعل. يعني ايه حطها في الفعل؟ تيك اكشن، يعني دايما نفذها، ما تاجلهاش. داعب عقلك بانك تنفذ له الحاجه اللي ممكن يقول لك عليها فورا immediately. الكلام ده لا تتخيل هيخلي عقلك يتشجع بعد كده بنفسه
ان هو يديلك افكار اكتر واكتر، لانك بتشجعه، لانك بتطوعه، لانك بتعمل له الحاجات اللي ممكن يكون بيقترحها عليك. لو واحد صاحبك بيقترح عليك حاجات ويلاقيه بتنفذها، هيديلك اكتر، هيمن عليك اكتر بعدد من الافكار. وابقى افتكرني حتى لو بابتسامه، لما تلاقي فكره من الافكار دي كانت هي السبب او فتحه الخير اللي جات لك من باب الله او نزلت عليك من السماء، اللي ممكن تكون غيرت حياتك داخل الصيدليه بسبب فكره جات لك انت، محدش تاني قال لك عليها، بس انت نفذتها مره واحده على طول بسرعه. فكر في الحاجه اللي ممكن تكون تخليك دايما الكاستمر يخشوا لك داخل الصيدليه، دايما الناس تخش لك داخل الصيدليه. مش لازم تكون محتاج منك علاج، المهم تكون داخل عندك الصيدليه. وبعد كده هتبدا تشوف حاجات ممكن تكون عايزه تشتريها منك، عايزه تسالك عليها، وفي نفس الوقت اعرض انت كمان عليهم، اسالهم عن ظروفهم، اسالهم عن احوالهم، اخباركم ايه، صحتكم اخبارها ايه، رجلك اللي كانت وجعاك يا حاج من اسبوع اخبارها ايه دلوقتي، خفت، استريحت، دواء الضغط عندك، دواء السكر عندك، وهكذا. الحاجات دي بكل بساطه هتحسسهم او هتحسس الكاستمرز بتوعك بانك دايما مهتم بيهم، مش هيروحوا صيدليه ثانيه. رابع وصيه ذهبيه ممكن تفرق معاك جدا جدا جدا، انك تتمرس يعني to practice. دايما practice، دايما خليك داخل المجال اللي انت بتحبه، دايما خليك داخل الصيدليه. ما تقعدش فترات قصيره جدا في تدريبك في الصيدليه اثناء الدراسه مثلا، او بعد ما تتخرج ما تقعدش في البيت وانت مستني ان دكتور صيدلي يتصل بيك ويقول لك تعالى اشتغل معايا داخل الصيدليه. لا، انزل اشتغل ولو ببلاش، انتقل من صيدليه لصيدليه، اتعرف على اكتر من نوع من الصيدليات، دايما اتمرن، دايما اكتسب خبره. محدش بيكتسب خبره وهو قاعد في البيت. الصيدله ما تتعرفش من الكتب، الصيدله لازم تكون في براكتس بينك وما بين المريض، بينك وما بين مدير الصيدليه او صاحب الصيدليه اللي بتشتغل فيها، بينك وبين الناس اللي بتشتغل تحتك زي الاسيستنت، زي الدليفري، زي اي حد. الصيدله ما هياش علم وبس، الصيدله فن تعامل، الصيدله ذوق زي ما بيقولوا، زي السواقه وزي حاجات كتير قوي طبعا مع الفارق يعني. بس الفكره ان الصيدله ممكن تنقذ بيها روح بني ادم، وممكن تموت بيها روح بني ادم. لازم تتمرس، لازم تكون افضل كل يوم عن التاني، والكلام ده ما بيجيش بالقرايه وبس زي ما قلنا. وما تيأسش، اشتغلت في صيدليه ولقيت الظروف صعبه قوي 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 عليك، ما تسيبهاش وتمشي بسرعه، لا كمل فيها. حس بان انت لا بتثابر او بتدي افضل ما عندك، ومفيش حد يدي مكان او يدي حد تاني افضل ما عنده والحد التاني ده يديله اسوأ ما عنده، مستحيل. هتلاقي رد الفعل دايما ايجابي، هتلاقي ناس دايما بتثني على عملك. طب ما اثنتش على عملك، اكيد هيكون ليك رول تاني او رد فعل تاني بيجي لك من مكان تاني، تبدا انت تستغرب ايه ده، معقول حصل ده بالفعل نتيجه ان انا عملت حاجه كويسه في الماضي من قريب قوي، ربنا سبحانه وتعالى اكرمني فيها، ممكن يكون من اتجاه تاني خالص غير اللي انا بشتغل فيه. وفي نفس الوقت عايز اقول لك ما تسيبش المكان اللي انت بتشتغل فيه لمجرد ان هو في حاجه ما هياش عاجباك. الفاشلين دايما ما كانوش عارفين قد ايه كانوا قريبين قوي 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 من النجاح، this close من النجاح، ولكنهم قبل ما يوصلوا خلاص على وشك تراجعوا ويأسوا. ما تيأسش، مصيرك تنجح اذا كان في المكان ده، او لو لا قدر الله سبت ورحت مكان تاني بناء على ان انت خلاص ما بقتش قادر تستحمل. ولكن تأكد ان كل يوم بيعدي عليك في المكان اللي بتشتغل فيه ايا كان بتستفيد منه ازاي، بيعدي عليك وانت بتكتسب خبرة من ده. خامس نصيحة من نصايح النجاح داخل الصيدلية هي الصبر. اصبر، ما تيأسش بسرعة. دي طبعا تعتبر أكتر حاجة أنا ممكن أكون مارستها داخل عملي داخل الصيدلية. مفيش حاجة اسمها نجاح سريع، مفيش حاجة اسمها إنك تخش داخل صيدلية من أول يوم تبدأ تحقق نجاح. لازم تفضل دايما أول يوم أو أول شهر أو أول سنة داخل الصيدلية ما أنتش عارف راسك من رجليك زي ما بيقولوا. كل الناس اللي ممكن تكون دلوقتي ناجحه جدا وعندها سلاسل من الصيدليات، لو سالتهم انتوا بداتوا بسرعه، نجحتوا بسرعه، يقول لك يا حبيبي احنا بقالنا 30 40 سنه في الماركت، وعلشان كده صبرنا وحققنا اللي ممكن نكون او اللي ممكن تكون شايفه دلوقتي. اهم شيء في الصبر انك تكون متاكد وعلى يقين بان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعك، وان هيجيب لك اللي انت عاوزه بس في الوقت المناسب. على قد يقينك
وعلى قد توكلك، ده هنتكلم عنه كمان شويه في التوكل، على قد يقينك في الله هتجيلك الحاجه اللي انت عاوزها، بس في الوقت المناسب وبحجم وبطريقه عمرك ما كنت تتخيلها. هيجيلك الفرج لغايه باب بيتك، بس المهم انت تسعى. براكتس زي ما قلنا. ثالث حاجه ممكن تعملها عشان تنجح، انجز. اعمل حاجه achieve something ممكن يكون ليه اي قيمه كويسه، اي قيمه، مش لازم تكون قيمه كبيره، ولكن ممكن تكون قيمه كويسه ولو صغيره. اعمل achievement صغيره خالص، انجاز صغير خالص، بس تحس قدام نفسك انك عملت حاجه. ما تضيعش وقت فراغك، هنتكلم بعد شويه في الوقت، لكن المهم بالنسبه لي انك تعمل دايما حاجه كويسه. ما تضيعش وقتك في انك تلعب العاب مثلا على الموبايل، او انك تتفرج على برامج ممكن ما يكونش ليها لازمه. انجز حاجه، اقرا حاجه واحده بس، اقرا مثلا نص صفحه قبل ما تنام. التزم دايما بقاعده معينه تحطها لنفسك. قررت بانك تعمل حاجه معينه، اعملها ولو كل يوم شويه صغيرين. وانت جوه الصيدليه ما تقعدش فاضي، بص على الدواليب، افتح الدواليب، رتبها. طب مترتبه، رتبها تاني. طب شوف التواريخ بتاعتها اخبارها ايه. ما تعتمدش على الكمبيوتر بس، دايما في ايرور ممكن يحصل داخل الكمبيوتر، انت ممكن تكون الوصي عليه او الرقيب عليه. افتح البامفلتس بتاعت الادويه، اكيد هتلاقي معلومه جديده، ممكن بعدها مباشره يخش لك كاستمر داخل الصيدليه المعلومه دي تنقذ حياته وانت قدها. وانا شفتها قبل كده مليون مره، وياما حصلت معاك قبل كده وانا متاكد. احد الافكار اللي عملتها قبل كده وكان ليها تاثير قوي جدا مع الناس اللي بتخش داخل الصيدليه معايا، انك تعمل كل يوم لوحه ارشاديه معينه ممكن يكون فيها health care advice. one health care piece of advice ممكن تكون بالنسبه لهم مفيده جدا، طبعا بالعربي علشان كله يفهمها. واعملها باسلوبهم، يعني مفيش مانع انك تكتبها بالعاميه مثلا، مش لازم باللغه العربيه الفصحى. اللي هتلاحظه بعد كده انك هتلاقي ناس بتخش لك الصيدليه مخصوص عشان تشتري منك الدواء، وفي نفس الوقت تبص على اللوحه الارشاديه ديت علشان تشوف نوع اكل معين ممكن يكون مفيد ليها، نوع اكل معين ممكن تتجنبه مثلا اثناء الحمل، نوع دواء معين يتاخد ازاي، لو حست بايه تعمل ايه على طول، امتى تروح للدكتور وامتى ما تروحش. مش لازم ساعتها كل مريض يخش لك الصيدليه تقول له المعلومه نفسها، لا، هو هيبص. ودايما حطها في مكان بارز، مكان واضح، بحيث ان هو دايما لما يخش الصيدليه يشوفها. وكل يومين ثلاثه او حتى كل يوم ابقى غيرها، هتبدا تلاقي ناس بتخش لك مخصوص عشان